كنت ماشي بالتاكسي على طريق زراعي، لقيت راجل مسن بيوقفني وركب معايا في الكرسي اللي ورايا. سألته انت رايح فين يا حاج؟ قال لي عندي إعادة كشف عند الدكتور يا ابني، واستأذنت من الشغل ومشيت بدري علشان اكشف، وأنا يا ابني ما ينفعش اغيب من الشغل، لو ده حصل صاحب الشغل هيطردني. قلت له هو حضرتك بتشتغل ايه يا حاج؟ قال لي قبل اي حاجة عاوزك تحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك، واجهز علشان سهرتك. المهم الحاج قال لي بعد ما طلعت على المعاش اضطريت اشتغل في مصنع للورق، لان المعاش يا ابني زي ما انت فاهم يا دوب بيكفي الايجار بالعافيه، والفلوس اللي بقبضها من المصنع بصرف فيها على نفسي. قلت له انا اسف في السؤال يا حاج، بس عيالك فين يا حاج؟ قال لي يا ابني ولادي ربنا يجازيهم بقى، بعد ما كبرتهم وعلمتهم وجوزتهم سابوني وتخلوا عني، نسوا ان لهم اب وكل واحد عايش حياته، يلا ربنا يصلح حالهم. قلت له طب وزوجتك يا حاج عايشة؟ قال لي مراتي ربنا يرحمها ماتت من 10 سنين، كنا عند الدكتور بكشف لان نفسيتي كانت تعبت بسبب افعال ولادنا، لانهم ناسينا ورمينا كده وما بيسالوش فينا، وفجاه بدون اي مقدمات حصل ماس كهربائي. الموضوع كله حصل في خلال لحظات، العياده كانت عباره عن جمره نار، كنت سامع صوت صريخ واستغاثات المرضى، وفي لحظه مراتي ضاعت من ايديا وماتت، ومن بعد موتها بقيت بخاف من الوحده، علشان كده بحب اتعرف على ناس واقرب منهم، بفرح اوي لما حد يسالني ويتكلم معايا، وبالذات لما يتكلم معايا عن مراتي. كانت الله يرحمها دايما تقول لي اننا هنموت لوحدنا ومحدش هيعرف عننا حاجه، وللاسف اللي هي كانت بتقول عليه حصل. بس تعرف يا اسطى، انا قلت لها عشنا منسيين، لكن فيما بعد هنلاقي ناس جت معانا ومش هنحس بالوحده تاني. انا صدعتك يا اسطى انا عارف، معلش اعذرني، بس زي ما قلت لك انا بحب افضفض شويه. قلت له لا خالص والله يا حاج، انا بسمع لك، بس بجد انا متضايق لحالتك، ربنا يبارك في عمرك يا حاج ويرحم زوجتك يا رب ويهدي ولادك، ويا ريت تعتبرني ابنك، واي حاجه انا تحت امرك فيها يا حاج. ربنا يخليك بجد، انت فرحتني جدا، انا ارتحت لك علشان كده فضفضت معاك يا اسطى. انا اسمي حسين عبد المجيد. فضلنا نتكلم طول الطريق ووصلت لمكان العياده اللي قال لي عليها، كانت في منطقه هاديه جدا، كانت في عماره دور ارضي. الحاج نزل من التاكسي وطلب مني ادخل معاه عند الدكتور. بصراحه انا كنت متردد شويه، بس طبعا ما حبيتش ارفض طلبه. قلت له حاضر يا حاج، من عينيا، هركن التاكسي وادخل معاك. على ما ركنت التاكسي كان دخل العياده، وقبل ما ادخل لقيته شاور لي وهو بيضحك كده وقال لي تعالى يلا. في اللحظه دي انا جالي تليفون من البيت، مراتي بتقول لي في مشكله ولازم تيجي حالا. كنت في حيره، ادخل العياده مع الراجل الكبير ولا اسيبه وارجع البيت؟ وبصراحه كنت قلقان جدا بعد مكالمه مراتي، وخصوصا انها قفلت بسرعه وحتى ما فهمتنيش ايه اللي حصل. المهم ركبت التاكسي واتحركت بسرعه، ولما وصلت البيت نزلت من التاكسي وبالصدفه لمحت ورقه في الكرسي اللي ورايا، لقيتها روشته باسم حسين عبد المجيد ومكتوب اسم الدكتور، لكن الغريبه ان ميعاد الاعاده كان يوم 6/5/2009، يعني من 10 سنين. بقيت مستغرب ومش فاهم حاجه. المهم انا كبرت دماغي واي تفكير كان بيجيني كنت بطنشه. طلعت البيت والحمد لله كان الموضوع بسيط، بس في فضول جوايا فضلت افكر في التاريخ اللي مكتوب على الروشته، وافتكرت الكلام اللي دار بيني وبين الراجل المسن، وتحديدا لما قال لي انه كان موجود مع مراته عند الدكتور من 10 سنين، يعني لما نيجي نحسبها كانت سنة 2009، وحصل ماس كهربائي في العيادة والناس كلها ماتوا وزوجته ماتت. هو ممكن يكون لا 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 لا، اكيد لا يعني الافكار دي لا اعتقدت حاجة تانية خالص. وعلشان اقطع الشك باليقين فتحت اللابتوب ودخلت على النت وبحثت عن ماس كهربائي في العيادة اللي مكتوبة دي اسم الدكتور اللي موجودين في الروشتة. فضلت متنح لمدة 5 دقايق كاملين لما لقيت اخبار في مواقع كتير بتتكلم عن الحادث ده بالذات، وانه بالفعل حصل حريق في سنة 2009 في عيادة الدكتور ده نتيجة ماس كهربائي. بس الصدمة بقى لما عرفت ان مكان العيادة اللي اتحرقت كانت في نفس العمارة اللي الراجل المسن دخل فيها. والاغرب ان تاريخ الانفجار كان نفس التاريخ المكتوب في الروشتة اللي كانت موجودة في التاكسي. والمرعب اكتر لما بحثت في اسماء الضحايا لقيت من ضمنهم حسين عبد المجيد. ويفضل السؤال اللي مليان رعب، لو كنت دخلت العيادة مع الحاج حسين كان هيحصل لي ايه؟ تصبحوا على خير.